بيحصل شيء عادي كل منتهى السنه دي كانت هتافات جماهير الزمالك النهارده بعد الفوز على حسنيه اغادير. طبعا خليني اكلمكم على الكواليس الجماهيري الناري جدا النهارده. جمهور الزمالك بقى النهارده من اول لما دخل المدرجات وهو بيهتف للاعيبته. طبعا جمهور الزمالك كان متواجد النهارده في نص الملعب، لكنه يعني دخل على الاولى يمين الثالثه يمين كده. لو كلمتكم بقى على اجواء اللقاء، كل جماهير الزمالك النهارده استقبلت لاعبتها بهتاف قوي جدا، لكن اللي كان ليه الحظ الاوفر بقى النهارده محمد ابراهيم اللي جمهور الزمالك هتف له بشكل قوي جدا، وقعدوا يعني يهتفوا شمال يمين محمد ابراهيم راح لهم كده وعمل لهم قلب، وكان باين ان كل جمهور الزمالك النهارده يعني سعيد بلاعيبته بيهتف لهم من اول لحظه. جنش بقى النهارده ان كل جمهور الزمالك لما جه يهتف له كان حريص جدا اللي هو ياخد في ايده كده عماد السيد ومدرب الحراس، واصر اللي هم يجوا معاه ويعني يحيوا الجماهير كده. قبل بدايه اللقاء كان في حاله من التوتر في الملعب شويه، كان مصدرها مسؤول الاتحاد الافريقي اللي كان مندوب الاتحاد الافريقي اللي كان متواجد النهارده، يعني راح لامير مرتضى كده وجاب مراقب المباراه وكان بيطالبهم اللي هم يخرجوا، لكن امير كان بيفهم المراقب اللي متواجدين في الملعب كلهم من جهاز الزمالك ومسؤولي الزمالك. لو كلمتكم بقى على اجواء اللقاء النهارده من الدقيقه الاولى او من قبل ما يبدا اللقاء، كل جماهير الزمالك هتفت للشهداء بشكل قوي جدا مع صفاره البدايه كده. كان في هتاف قوي جدا للشهداء وتسقيف قوي جدا في الدقيقه 5. كل جماهير الزمالك يعني اللي متواجده في الملعب كله اشعلت كده اضاءه الكاميرات بتاعها وبدات تهتف من 1 ل5 سخريه كده من هزيمه الاهلي في لقاء سان داونز النهارده. طبعا كانت حاله من الشد من وقت للتاني عند جمهور الزمالك، كان في حاله من التوتر المستمر بسبب اهدار الفرص الكتير اللي كان بيعملها لاعيبه الزمالك. النهارده بقى كل جماهير الزمالك طبعا كانت بتهتف بشكل مستمر، لكن النهارده اللذيذ جدا اللي كان فيه احد المشجعين كده ذو القدرات الخاصه كان عمال يشجع مع الجمهور على طول وما كانش ساكت. جمهور الزمالك كله كان بيهتف للاعيبته من وقت للتاني، لكن اول لما فرجاني ساسي بقى اتصاب كل الجماهير هتفت له بشكل قوي. الطبيب بقى هو اللي كان حريص النهارده جدا اللي هو يروح لجروس ويقول له ان فرجاني مش هيقدر يكمل، وده فعلا اللي حصل. فرجاني بعد ما نزل ما قدرش يكمل، وكان باين بقى على فرجاني كده وهو خارج اللي هو حزين جدا من مغادرته للقاء. كل جماهير الزمالك سقفت للاعبتها اول لما انتهى الشوط الاول بشكل قوي وهتفت لهم. النهارده بقى مدرب حسنيه اغادير هو اللي دخل في شده قويه جدا ما بين شوطين اللقاء كده مع حكم اللقاء، اعترض عليه بشكل قوي، كان شايف ان الحكم يعني ظلمه في كذا قرار كده وده اللي كان واضح عليه، لكن الحكم طالبه اللي هو يخرج على طول عشان ما يطردوش. الشوط الثاني بقى كل جمهور الزمالك استقبل لاعيبته كده بهتاف افريقيا يا زمالك. كان يعني جمهور الزمالك النهارده هتف لهم بشكل قوي جدا، لكن الجون بقى السريع اللي جابه الزمالك كده في بدايه الشوط الثاني خلى كل المدرجات احتفالات قويه جدا عند كل جماهير الزمالك، وكل لعيبه الزمالك راحت احتفلت مع الجمهور طلبوهم اللي هم يهتفوا لابراهيم حسن كده. كانت حاله من السعاده القويه جدا النهارده عند كل جمهور الزمالك اللي بدا بقى يتوتر بعد الجون وبعد تراجع الاداء اللي بداوا يهتفوا للاعيبتهم العب يا زمالك. حسنيه اغادير النهارده يعني الدكه بتاعهم اعترضت بشكل مستمر النهارده على كذا قرار من قرارات الحكم. كان في اعتراضات كتير جدا من جمهور حسنيه اغادير النهارده برده على قرارات الحكم. في البدايه كان في لقطه كده يعني ابراهيم حسن اول لما خرج كان باين عليه اللي هو مش عايز يتغير وكان باين عليه الحزن القوي جدا، كان حزين، لكن كهربا هو اللي خده كده على طول ونزل بيه على الدكه على طول كده. النهارده بقى كهربا كان حريص جدا في اللحظات الاخيره كده اول لما جه الجون اللي اتلغى للزمالك، كان حريص اللي هو ياخد اللي هو يروح للجمهور ويطالبهم اللي هم يشجعوا الفريق، وقعد يقول لهم يعني فاضل 4 دقائق. كهربا قعد يسخن في الجمهور اللي موجود في الثالثه يمين، قعد قال لهم يعني شجعوا الفريق. الجمهور كله طبعا بدا يشجع بشكل قوي جدا. حاله بقى من السعاده القويه اللي ظهرت على كل جماهير الزمالك اول لما انتهى اللقاء. كل الجمهور بيهتف للاعيبته بشكل قوي، كل لعيبه الزمالك راحت احتفلت مع الجماهير كده بشكل قوي جدا النهارده بعد انتهاء اللقاء. النهارده بقى جماهير الزمالك اللي كانت حريصه جدا اللي هي تسقف للاعيبه حسنيه اغادير رغم يعني الهزيمه، سقفت لهم وهم خارجين، اللعيبه ردت عليهم. الجمهور حسنيه اغادير برده سقف للاعيبته النهارده رغم ان هم كانوا خسرانين كده، لكن سقفوا لهم وكل لعيبه حسنيه اغادير قلعوا التيشيرتات وادوهم لجمهورهم. كانت في شده قويه جدا بقى ما بين مسؤولي ولاعيبه حسنيه اغادير وما بين حكم اللقاء بعد انتهاء اللقاء، لكن الامن كان عمل عليه كوردون امن كده عشان ما حدش يقرب منه. حاله من السعاده والاحتفالات القويه اللي بيعيشها كل جمهور الزمالك بعد الفوز النهارده على حسنيه اغادير وتاهلهم للدور اللي قبل النهائي في الكونفدراليه. مليون مبروك للزمالك وجماهيره النهارده، ويعني باذن الله موفقين في الادوار الباقيه.